السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين وحلقة جديدة من إيف سبارك، زي ما عودناكم في إيف سبارك عندنا دايمًا ضيوف مميزين أوي، 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 والنهارده إحنا عندنا ضيف مميز إن هو عميل بقى معانا حبة حلوين، بقى له معانا حبة حلوين، وفي نفس الوقت هو فنان، فتعالوا نرحب مع بعض بالفنان مصطفى براش. ازيك يا اسلام، ازيك يا عامل نجم؟ ايه؟ انا من زمان نفسي احضر البودكاست ده. بجد والله. والله من زمان عايز اجيب عربيه كهرباء، فعايز اجي البودكاست بقى، فاجيب عربيه كهرباء عشان اجي البودكاست. بُص يعني هو الكلام جاب بعضه، عايز تجيب عربية بقى لك قد إيه؟ بقالي 4 سنين، يا نهار أبيض! 5 سنين من خلي زمان بالك التأخير والله. ده عيب في حقنا إحنا، يعني ايوه، موضوع لا لا ال4 لا سنين المفكر لا لا, دي لا. انا ما كنتش ده مستعد. عيب في حقنا إحنا لا لا باقول لا لك. انا ما كنتش مستعد، بس كنت حابب عربيات كهرباء من زمان جدا وحبيتها اكتر لما بتفكر في إيه يا اتعرفت مصطفى عليكم ب4 بقى. سنين بتفكر في إيه؟ لا، ما انا بفكر فيها من 4 سنين، وجبت عربيه كهرباء من 4 سنين. أصلًا؟ ما انا بقى يعني ماشي ده انت اللي ما بتقول عربيه تحرقش ايوه البتاع في ايوه، مش البتاع هنحرق عشان في الاول. ما سألناش بقى سؤال حرقت البودكاست ايوه، خلاص لك. حاضر. معاك عربية إيه دلوقتي؟ انا دلوقتي معايا سونج بلس 2024. حلو، حلو. F24 دي جديدة والّا used؟ لا، جبتها يوزد، جبتها used. جبتها يوزد. حلو، حلو. طيب بس انا قصه عربيات الكهرباء اصلا، انا خارج من حاجه بنزين كانت تعباني قوي، يعني كانت مخلياني مخنوق من حياتي. عملت لها عمرتين في 3 شهور. الله أكبر ماشي. كنت بصرف شهريا ما يقرب من قسط عربيه تانية. فلا كنت خلاص، انا خارج وانا مخنوق وجايب اخري من خلاص البنزين، فانا لا، انا محتاج الكهرباء يعني. أنت كنت بتصرف قد إيه بنزين في الشهر؟ يعني 7000، أنت 6000. بتتحرك كتير كده، أنت كده اه تحركاتك لا لا، توتال مصاريف 7000 بس مش بنزين. بنزين لوحده. مش بنزين لوحده. أصل بنزين لوحده أعتقد ما بتتحركش برا لا أكتوبر كتير. لا، انا تقريبا 3000، 2000 ونص مثلا بنزين بس. إمم. كنت بغير زيت على طول لان كانت المكنه فيها مشكله، فكان دايما زيت زيت زيت، بعد ما عمرت برضو زيت أنا زيت زيت. عارف أنا الحوارات دي، الحاجة وسبحان دي الله العربيه كهرباء حاجة يعني، بتضرب ولا حاجة احمدك ولا يا رب، حاجة. احمدك يا رب، خمسه وخميسه يا رب، من ساعه ما 55 جبتها مفيش مسمار شافني. الحمد لله. فدي نعمه من عند الحمد ربنا. لله. العربيه التانيه كانت المسامير بتدور عليا. ايوه انت كل شويه في مشكله، كل شويه اه. بتغير حاجه، كل شويه في مشكله. طب سونج بلس واحده من العربيات، يعني الناس اللي مش عارفاها، واحده من العربيات البي دي المنتشره جدا مم. والجميله جدا، واللي كانت عربيتي انت شفتها كده كده في وقت. اه. كانت عربيتي في وقت من الأوقات سونج بلس، وعربيه من العربيات الحلوه اللذيذه قوي. بس انا عايز اسمع رايك انت ليه سونج بلس؟ انا كده كده رايي معروف. ليه سونج بلس؟ لان يعني الشوارع او الطرق في مصر اغلبها مكسره ومطبات يعني انا ما كانش معايا الاول عربيه اس يو في، كان معايا سيدان. سيدان. كان معايا عربيه لانسر شارك 2016. اه شفتها. فهي انا كنت بحس بكل حاجه في الطريق، حرفيا كل حاجه. اه واول ما اشتريت العربيه كان بالنسبه لي، انا اصلا يعني مستغرب ان في احساس الطريق بزياده كده. فقلت يا جماعه ده عيب. قالوا لي لا، ده عشان العربيه سبورت، فاتضحك عليا ايوه اصلا ايوه وانا ايوه بشتري العربيه. ما ده عشان سبورت، فانت حاجه حلوه ان انت حاسس انا بكل عايز احكي حاجه. حاجه معلش. انا بعت عربيتي، انا كان معايا مم. سونج بلس، مم. بعتها من حوالي 6 7 شهور نقطه كلامك. مم. انا كان في الشارع حفره او مطب كده، انا ما اكتشفش يا جماعه ان الحفره دي موجوده غير بعد ما بعت العربيه. يعني انا ايوه. كنت ناقل البيت جديد بالعربيه، انت فاهمني، فانا مم. ما روحتش البيت ده خالص غير بالسونج بلس. مم. فانا ماشي على طول دايس وطاير مفيش حاجه. بتحس اول ما بده. بعت العربيه السونج بلس وركبت العربيه بنزين، وانا ماشي بنفس السرعه عادي، انا بعدي من هنا كل يوم يا جماعه، مم. الهدم في حادث. ايه؟ ده في حفره هنا ايه يا جدعان؟ ده انا اول مره اكتشفها، يعني ما شفتهاش في حياتي، ما حسيتش بيها بقالي رايح جاي على الطريق ده 6 7 شهور، ما حسيتش بيها نهائي. مم. معلش كمل. لا، فما هي فعلا للاسف الطرق في مصر او عشان تستريح لازم عربيات اس يو في يعني بصراحه، امم وده يعني اللي انا حسيته اكتر او اكد لي نظريتي اكتر بعد ما معايا السونج بلس. السونج بلس مريحه كمان، هي فانا كان مريحه. رقم واحد بالنسبه لي هي ان راحه يكون وارتفاع. ارتفاع وراحه وطبعا استهلاك اني مش بدفع فلوس بتتحرق. بالنسبه لي البنزين بتاع فلوس بتتحرق 100%، مش امم راجعه لك كاستثمار ولا حاجه خالص. انما حتى انت لو جبت عربيه كهرباء وبقى في مبلغ انت بتقسطه او مبلغ ناقص، انت بتدفع في حاجه انت تمتلكها يعني. امم فدول كانوا الحاجتين المين بوينت اللي بالنسبه لي. ده غير بقى الاداء بقى كتسارع بقى اكسلريشن performance. وكهدوء على الطريق، انت مش سامع في خناقه وانت سايق. اه فكل دي حاجات جديده، ادفانتج بقت موجوده، انما قبلها ما كانش ده السبب اللي خلاني اشتري العربيه. السبب امم الحاجتين اللي هو اقتصاديا، ده رقم واحد، ورقم اتنين ان تبقى حاجه عاليه عن الارض عشان اعرف اتحرك بيها في كل الاماكن يعني. طب انت وانت بتشتري، طبعا احنا عارفين ان لحد قريب او ستيل في عربيات كتير في السوق امم. ملهاش ضمان. طبعا انت اكيد المعلومه دي انت اه. عارفها كده اه. كده. فانت ما قلقتش. احنا في مصر هنا دايما بنقول في ثقافه الشعب المصري احنا بنشتري عربيه استثمار، احنا مش صح. الخليج. يعني انت مش بتغير عربيه كل سنه مم. ولا كل سنتين، لا ده لا في لا. عربيات هنا بنورثها يعني مم. لاجيال. مم. فانت ما قلقتش وانت بتشتري عربيه، ولا كمان شاري مستعمل. خلي بالك انت مش شاري مم. حتى جديد، انت شاري عربيه يوزد. مم. ما قلقتش وانت بتشتري عربيه، اول حاجه العربيه مستعمله، تاني حاجه ان هي حتى لو جديد ان انت ما عندكش ضمان، مفيش توكيل. مم. الموضوع ده ما خوفكش؟ ما قلقتش منه شويه؟
انا كان معايا ضمان وكنت مطمن من العربيه وما كانش عندي اي مشكله، عشان رحت لمركز ABS. الله جيت ايه لهم ده هنا، ده بجد اعلان يا جماعه. لا بجد حقيقي والله العربيه، انا اللي حصل حرفيا ان قلت لهم يا جماعه العربيه دي موجوده، فايه رايكم خلينا نشوف الدنيا فيها ايه. لا كشفت على العربيه في مكان بره، لا قست البطاريه زي ما الناس بتعمل، لا جربتها. انا العربيه موجوده، احنا كشفنا، احنا تمام. اخدت العربيه من ثقتي في الناس هنا، والعربيه معايا بقى لها 3 شهور اهو زي ما كانت موجوده، بل احسن كمان. حاجات كانت مميزات ما كنتش اعرفها بقت موجوده كمان في العربيه. فده كان الضمان الحقيقي بتاعي. انما حته بقى انك تجيب عربيه عشان خاطر في توكيل هنا في مصر اه وضمان، لا لا، اه الكلام ده ملوش لازمه والله. ما هو الناس كلها بتفكر كده دلوقتي. بيشتروا زيرو وبيطلع عينهم مع طب انت التوكيلات شفتها من ناس وكيل؟ شفت سون بلس في التوكيل؟ نازله بسعر عالي، وكمان مش الهايبر، مش الفلاج شيب تقريبا. اه مش الفلاج شيب، مش اخر مش اللي فئه. هي مش بتدي 600 ب 5 كيلو، اللي هي طب اقل. يعني احنا لو انت في نفس الظروف دلوقتي، انت لما اشتريت ما كانش فيه توكيل، بس احنا دلوقتي في توكيل بيديك السونج هشتري بلس. يوزد عادي، مش هشتري من التوكيل مش هتشتري بدون توكيل تفكير. عشان الاوبشن زياده، عشان لا، الرينج زياده. الرينج الزياده، وعلشان خاطر فرق السعر، في فرق سعر كبير جدا يعني، امم ملوش مبرر. لا هنا في مصر دلوقتي في مراكز صيانه كتير اه بقى اكتر من حد دلوقتي. وبقى كمان في نوليدج للناس اللي عندهم عربيات كهرباء، ان في اوبشن 1 و2 و3 و4 عشان تصين. مش لازم ان انت مثلا لا مقفول عليك الدنيا، انت مش هتاخد عربيتك وتطلع على الصين عشان تصلحها. لا انت هنا ممكن، يعني اعتقد ان بيفكوا العربيه 100 حته ويرجعوها تاني هنا يعني. مش 100% كده، بس احنا اه قريبين يعني، احنا مش بعاد او مش زي قريب. الاول يعني، في تطور، بس في لو تطور في كبير قطعه قوي. مش موجوده هنا بقى بتطلب عادي، تقدر تجيبها بشحنه من تطلبها بره، من او الصين تيجي عادي حتى بقى. لو اكسترا فيز. ده في حاجات ما بتاخدش 5 6 ايام تكون وصلت، على انت حسب برضو انت لو البارك يعني. دفعت فلوس اكتر عشان تيجي اه لك اسرع، اه ده هيبقى اقل من تكلفه من التوكيل. سعر التوكيلات. فلا، من سعر فليه اروح التوكيلات. لتوكيل؟ اللي يروح توكيل ده اللي هو ايه، اللي هو خايف قلق زياده عن اللزوم، فعايز حاجه تطمنه هو، مش تطمنه من ناحيه يعني انت شايف العربيه. كده الموضوع ده نفسي اكتر من هو عملي؟ طبعا هو بيطمن نفسه، هو بيدفع فلوس دي ضمان لنفسه هو، بيبقى يعني هو عشان انا مرتاح، عشان انا ريلاكس مستريح. اكتر يعني. بالظبط مم، بالظبط. مم، مم، مم. ده بالنسبه للتوكيل. طيب حاجه كمان، انت رينج مشاويرك ايه يعني؟ انت بتتحرك كل يوم تقريبا كام كيلو؟ بصراحه مش كتير يعني، لان شغلي هنا في اكتوبر وانا عايش هنا في اكتوبر، اوكي. بالكتير يعني العربيه معايا بقى لها 3 شهور. مشيت في ال3 شهور دول 10,000 كيلو 9,000 كيلو. مم. ده الرينج يعني. مم. وفي ال3 ده شهور مش دول قليل على بالك. مش ما انا قليل يا هقول ما مصطفى. انا لسه ما انا لسه هقول لك ليه بقى، قول لي ليه. لسه هقول لك ليه. لان ال3 شهور دول انا كان في حاجه كده بتخليني تجمع اكتوبر وسط اه البلد، اه 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 بعمل المشوار ده في الاسبوع 4 مرات مثلا. فده اصلا. الجديد. امم انما انا امم حياتي الطبيعيه لا، مش بتحرك بره اكتوبر خالص. ومع ذلك مع مشاويري الكتيره دي لا، انا مش حاسس بفرق. انا مش يعني المدى او الشحن او حاجه امم مأثره عليا. لا ده بالعكس، انا كمان يعني ايه، كنت احب ان انا اشوف العربيه 20% 15%، انا عايز اشوفها عايز كده. تنزل شويه اه. عايز تنزل عشان احس ان انا الجزء اللي في الاخر ده فضيته واتشحن تاني، امم بدل 50 50 او 30 30 زهقت. امم فكنت ساعات انا بوصل والف وعايزها تخلص بقى، فاقعد الف تاني واشغل طب التكييف. بيني وبينك كده، مم. تعمل كام كيلو بجد العربيات دي؟ داخلي جوه اكتوبر، لو بتحرك جوه اه اكتوبر لو اتحرك بس، جوه اكتوبر. لا توصل للمدى بتاعها عادي جدا يعني احنا هل 600. ممكن حد بالسون بلس يوصل ل 600؟ ده طبعا عميل يعني، ده, ممكن ده, ده حد بيستعمل ممكن العربيه نفسه. ممكن 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 لو بس مش بيمشي. شرط مش يعني. مش شرط، ما انا هقول لك اتفضل. اللي يحصل عشان يوصل للمدى ده، اه لو هو مش الدوسه المتخلفه دي. اه اللي هو يعني بيبقى في رقم كده في العداد قدامنا، اللي هو كام كيلو بيتسحب والسرعه. لو الكام كيلو ده بيوصل معاك ل 7 8 15، لو العادي ده هتوصل معاك ل ده كان 600 بيوصل معايا 200 ارقام 200 و150. ده طاير بقول لك. ما هي دي عايزه لو حد طريقه سواقته او الظروف بتاعه الشارع والطرق اللي بتمشي فيها بتخليه يمشي بالشكل ده، هنجيب معاه 600 ويمكن ازيد 610 615 كمان على فكره. امم آه وده اللي بقى يظهر لي لما بختار الاوبشن بتاع الرينج الحقيقي، مش الرينج اللي هو اه الديناميك مش في الاستاتيك في اه دايناميك. اه. لما بختار ده ساعات توصل مع 620 615. فده نتيجه انك بتمشي بالاستهلاك القليل ده يعني. ده عارف، ده اللي احنا بنحكي فيه بقالنا سنين. انا بيجي لنا مثلا عملاء او حد حبيبنا زي مصطفى كده، هو مم. بيكسر اصلا الرينج او بيوصل للرينج عادي، لو عايز يوصل له هيوصل له، لو متارجت يوصل له هيوصل له. آه. في نفس الوقت في ناس بيجيبوا بالعربيه دي 450 كيلو 500 كيلو زي حالتي كده. ايوه ف... ايوه. لا في حد كنت اعرفه قال لي بتمشي معايا 350 ايوه 340. ايوه، لا انا اقول قلت لك، له انا مستحيل. قال لي لا والله انا على طول بقى 180 175. فقلت له لا انا السرعه يعني. انا وقت ما كانت معايا السون بلس، هي العربيه بتغر شويه في ان انت فعلا مش حاسس حاجه بالطريق خالص. مم. فانت ما بتقفش على حاجه يعني، انت مم. كده كده انت كده كده ماشي وكده كده دايس. مم. انا كانت العربيه دي لو عايز تعمل معاك 500 تعمل، بس كان افريج تعمل 450.
بس انا باكسلريت في كل 3 ثواني، يعني انا لو في 100 متر بعمل اكسلريشن. ايوه انت فاهم؟ انا معايا موتور كبير عايز العب بالعربيه شويه بعد ما اذنكم. هو ده بقى في البنزين برضو، ما ده انت نفس القصه برضو بالظبط. ما ما احنا انت لو بنحاول نفهم معاك الناس ان التانك برضه في بنزين مش نفس. هيمشيك هو التانك لو ماشي 200 غير ماشي 90 طبعا انا يعني. اللانسر كانت بتمشي معايا في التفويله، مثلا لو انا ماشي بنفس الاسلوب اللي بسوقه دلوقتي الهادي ده، امم ممكن توصل معايا 750 كيلو 800 كيلو في التفويله مثلا في امم اللانسر. امم طب لو انا بجري بقى طرق سريعه او مسافر مثلا، لا 400 كيلو 450 كيلو، وده ومفول من للزور زي ما الزور بيقولوا يعني. طب فنفس استهلاك البنزين هو استهلاك هو الكهرباء نفس فكره بالظبط. سيارة الكهرباء. طب ابعد مشوار رحته بالسون بلس ايه؟ احنا عارفين كده رينج الاوفيشال 600 كيلو. امم ابعد مشوار رحته يعني لا قلبك انا جابك لحد فين داخل؟ ظروف شغلي او مشاوير ما جابتنيش بعيد يعني، هو اخري كان اسكندريه، كان مشوار كده ورحت مره واحده من ساعه ما امتلكت طب العربيه. رحت صد رد ولا رحت شحنت هناك، ولا قول لي كده الكيس رحت عامله ازاي؟ بت لان كان عندي شغل، فجربت الشحن البطيء لان كنت عايز اجربه المره، اللي هو التوصيله اللي احنا الوصله عاملين وصل الطوارئ. وسط طارق، وسط اه طارق. اه فلما رحت كانت العربيه فيها شحن 65%، يعني امم كنت شحنها 100% من القاهره، ووصلت لحد كان في سموحه تقريبا، فكانت 65%. امم فما اتحركتش برضو العربيه هناك لان كانت امم حاجه في مبنى يعني، ففضلت موجود فيه. بعد امم كده بت الشارع اللي جنبه على طول. فالعربيه سبتها طول الليل بقى على الشحنه بتاع الطوارئ، مشيت من اسكندريه 100%. رجعت بقى كنت دايس بقى مقفل عداد بقى وانا راجع، انا عايز اصلا اشوف ما انت بقى انا كده كده هوصل. ما. طب استهلكت قد ايه وانت راجع؟ رجعت هنا القاهره في نفس النقطه اللي اتحركت منها، كانت عامله 54%، في معقول 54 ايه؟ والله. والله رقم تحفه ما م. شاء الله وكنت بجد. يعني انا تارجت بالنسبه لي ان انا عايز ادوس اجيب الاخر هات يعني، اخر انا وقت عايز كنت اشوف ماشي كام اقصى حاجه. مثلا؟ لا في الاماكن المفتوحه كنت اوصل ل 180 تقريبا او حلو 100 حلو. 184، تعرف انا بتنزل جربت 5 عربيتي اقصى سرعه جبتها يا جماعه بالسون بلس كانت 187. 87. 187 بعد كده خلاص بقى قلت لك انا ما مفيش سوري تاني. انا مش معاك خلاص. اه اجري انت. فدي لا اعلى هي سرعه جبتها 180 100 انت كده خلاص كنت اه برضو شبه مقفل خلاص. العداد زي ما بيقولوا. وعملت ده كتير يعني، وانا راجع من اسكندريه بطريق، كل اسكندريه الطريق مفتوح، اه كل ما الاقي في فرصه بجري كده على طول. بتروح كويس. الرينج ده حلو قوي على فكره. ما ما هي شاء الله الرينج ده كويس. العربيه الكهرباء يعني، لما حد بيجي يكلمني بقى من اصحابي او الدايره اللي حواليا، العربيه تنصح ولا ما تنصحش اعمل امم ولا، انت حياتك عامله ازاي، انت ظروفك في السواقه بتعمل ايه، مصطفى انت بتروح فين. ده اللي احنا بنقوله والله اول حاجه. هي القصه مش ايه، ما انا ممكن اشتري تليفون ب 100,000 ولا 150,000، ممكن اشتري تليفون ب 10,000. امم استهلاكك انت بتعمل لايه، بيه ايه؟ بتعمل بيه هتعمل ايه؟ بتعمل بيه بالظبط ايه؟ مفيد ليك ولا لا. ممكن واحد يبقى بالنسبه له عربيه دايولانوس او لانسر او حاجه قديمه افيد له من الكهرباء، هو اوفر بكتير، استهلاكه اوفر له ظروفه باستهلاكه وظروفه احسن. حياته، صح توكل على الله. حد صح. بقى بالنسبه له ما فيش النيدز بتاعت البنزين الكتير دي، لا طبعا روح للكهرباء وهتستمتع وهتتبسط وهتحس. كفايه يا اخي وقفه البنزينه لما تلاقي مثلا طابور طريق طويل او شوف العربيه استنى الكومنت، بتنزل. استنى الكومنت بتاع الشحن، استنى الكومنت اللي يقول لك انت بتشحنها في 8 ساعات يا نجم. ايوه شوف لا 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 رد يا لا عم. لا, لا. ما انت مش مستنيها الثمان ساعات يا نجم برضه، ما انت مش قاعد جنبها الثمان ساعات صح، انت بتركن عربيتك طول الليل بنزين راكنها مش بتعمل بيها حاجه، فانت برضه تشحن بالليل مش بتعمل بيها. فدي ظروفك انت، دي حياتك انت، أمم. اللايف ستايل بتاعك مناسب ان انت تجيب عربيه كهرباء ولا لا. دي صح الفكره يعني. صح. طيب ايه الحاجه اللي كان نفسك موجوده في السون بلس، اللي هو قلت ايه عارف العربيه دي حلوه قوي بس لو فيها دي تبقى احلى؟ هقول لك اني ابقى بعرف اكنترول من بعيد، اللي هو السيستم، اللي هو اشوف مثلا الشحن اتاكد ان هي مقفوله، اتاكد من مكانها، الحاجات اللي هي مش موجوده عندنا عشان احنا مستوردينها من عشان الصين. عشان احنا العربيه بتاعتنا 24 اللي هو قديمه. الاكونت ايوه 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 ايوه. دي الحاجه اللي انا بصراحه حسيت ان كانت هتفرق شويه اه يعني كامان، ابقى عارف، لان انا لما بسيبها على الشاحن انا محتاج مثلا آه، انا مش بحب اخليها تشحن وتفضل محطوطه على الشاحن مع انها تفصل اوتوماتيك يعني، بس مش بحب أمم. اعمل كده. أمم. فدايما مثلا بيبقى عندي قلق، عامل حساب ان هي قدامها 6 ساعات، يبقى هنزل عايز الساعه 4 افصلها. ونص. فانا بصحى عشان اشيل ليه يا الكابل عم تصحى شيشي كابل؟ انا اوريدي عشان اصلي الفجر يعني، بس هي عامه ايه اه ان ما دام فكره كده كده نازل خلاص لقيتها شحنت بتشيلها. بالظبط. اه بس هي فكره ان انت تبقى عندك انت الكنترول، انت عارف ده من بعيد ماشي، وان ابقى عارف مكان العربيه. انا عارف ان في ناس تقدم الخدمه دي دلوقتي، بس برضو موجوده ايه في بعض الحاجات دلوقتي بس هي مش نازله اوفيشال في الاوفيشال. العربيه لا يعني. الاوفيشال صعب. العربيات القديمه امم مصطفى بيتكلم على ايه؟ العربيات اللي نزلت قبل 23 و24 ما كانش فيه لسه القصه بتاعت الفيرتشوال كي او القصه بتاعت الاكونت. ففي عربيات كتير ملهاش دلوقتي ما نعرفش نعملها اوفيشال. في حاجات بقى اوبن سورس وحاجات امم افتر ماركت كتير بتركب تدينا حاجات شبه دي. بس الاوفيشال بتاع بي او دي مش متاح لاغلب العربيات ال 24 يعني 25 كله على فكره. احنا الحركه دي خدنا بالنا منها وعملناه في كل 25 يعني كل كل الناس اللي العربيات اشترت الجديده. مننا 25 الماستر اكونت شغال والقصه دي شغاله. انما العربيات القديمه لا ما كانش لسه الموضوع مفتوح. وبيني وبينك انا برضو مش حابب حته الاوبن سورس دي،
يعني انا ما مش احبش عايز ان اروح حاجه لحد يلعب في برمجه او يعمل سيستم او يكسر حمايه، ما احبهاش. لا خليني، مش مشكله يعني. الموضوع مش مجازفه، مش مستاهله قوي يعني. ما هي الفكره موضوع اه worth اه it ولا لا، يعني مولود ليه لازمه لا اصلا لا ولا لا لا، والحاجه، ويمكن لو الحاجه التانية، لو في حاجه تانية ان هي كانت تبقى كومبليتلي بالانجليزي 100%. اه حته الصيني دي، بس انا اتعودت عليها يعني. اللي هي النوتيفيكيشنز اللي بتيجي بالصيني دي مثلا، خلاص الحاجات اتحفظت دي، خلاص مع خلاص الوقت يعني. حفظتها. ما احنا زمان كان في عربيات صيني بس، يعني كان مم. في عربيات زي الجي سي الاي ان ال اكس مثلا، عربيه صيني بس، هي شاشه حتى صيني. الشاشه صيني، هي لا لا لا، الشاشه صعبه صيني، انت صعبه ما جدا فيش طبعا. ما عندكش اوبشن تاني. مم. طيب عايز اعرف ايه الوقت اللي قلت فيه انا ايه اللي ورطني التوريطه دي، انا ايه اللي مم. جابني هنا؟ مرتين حصلت؟ مرتين ما تقولش المره البطاريه. لا لا، مرتين ماشي. مرتين. ايه؟ المره الاولى كنت لسه انا فرحان بالعربيه، مبسوط بيها، حلو. فرايح اغسل العربيه من جوه بعد ما ايوه استخدمتها بقول لك اربع مرة خمس مرات. البطاريه، هي ايوه المره انا. دي. فانا رحت عند هتضحكوا يا جدعان والله، كمل المغسله، ده كمل. حصل والله فعلا بالحرف. رحت العربيه وديتها للولد تتغسل، انا خايف اسيب العربيه وامشي بعيني على طول، بس في المغسله واتحرك، فانا واقف جنبها. خلي بالك يا ابني، يا ابني دي عربيه كهرباء يا ابني، يعني دافع دم قلبي في العربيه. فهو فتح العربيه بينظفها بيغسلها من جوه، خلص اتفضل العربيه تمام. بركب العربيه حته حديده، ما بتنطقش، مفيش اي حاجه، حتى النور مش شغال. قلبي وقف بقى، ما جاش في دماغي خالص خالص ان في بطاريه 12 فولت هي اللي مسؤوله عن كل الكلام ده، وان هي ممكن تبقى نامت. والمكان اللي انا كنت فيه ما كانش فيه سيجنال كويس، الشبكه مش كويسه، فحتى مش عارف اتواصل معاكم. فبقيت اسيب العربيه واتحرك لحد ما القط الشبكه، قالوا يا باشمهندس العالي في كذا كذا كذا، احنا تمام ولا مش تمام؟ انا فاكر يوم ما انت جبتني صوته مخضوض خضه. انا كنت خايف جدا جدا. خايف قوي، الحق العربيه فصلت. م-م. ماشي في ايه طيب؟ والخوف وللاسف كمان لما رجعت ما كانش في مكان حواليا حد معاه وصله كمان، فصدفت كده ان حد جه دخل البنزينه معاه سلكين مش واصله اصلا، فجربنا بيها، طيب الحمد فربنا لله، كرم. ما دي كانت كويس اول ربنا مره. ستر كده. دي كانت اول مره. والمره الثانيه كانت بسم الله الرحمن الرحيم، كانت برضو حاجه لها علاقه بالبطاريه على فكره. كنت وصلت اول مره اجرب الشحن السريع، دي سي. الدي سي. فمجرد ما دخلت البلاجه الجديده دي اللي هي الكونفرت اللي موجوده في لا. المكان، مش الايميليتر. الايميليتور. لسه بجربها برضو، رحت العربيه فصلت خالص. فبرضو ده انا قلت ممكن تبقى بطاريه، اتخضيت شويه، بس ايه، كنت لسه غيرت البطاريه اللي كان فيها مشكله دي، البطاريه الصغيره دي. بس قلت اكيد البطاريه هتعمل كده برضو، ده انا بوصلها على شحن وكانت شغاله، مستحيل تبقى بطاريه داخليه. فبرضو لما تواصلت معاك وقتها قلت لي طب جرب عملت وصله اشتغلت برضو. فساعتها عرفت ان هي كانت البطاريه فيها مشكله. هي اللي فيها مشكله. واصلا يعني قرات ان طبيعي ان البطاريه غالبا كل سنه او كل سنه ونص لازم كل سنه ونص تتغير يعني. سنتين فده مش عيب تتغير. اكشلي في العربيه. لا ده بطاريه. الحمد لله البطاريه دي مش البطاريه. الحمد لله. اسمها بطاريه مش بطاريه. ربنا يبعد عننا مشاكل البطاريات الكبيره. طيب قول لي نصيحه تقولها لواحد بقى له 4 سنين بيفكر زي كده، يعني واحد عايز يشتري عربيه كهرباء. ما تضيعش 4 سنين كمان يعني اكتر اجابه لا مختصره عايز، يعني. لا بجد عايز نصيحه اكشوال، يعني هو رايح يشتري دلوقتي او بيفكر يشتري، او قول له حاجه ياخد باله منها، قول له حاجه انت كان نفسك تعرفها بدري مثلا، او حاجه كانت ممكن تفرق معاك. حاول تراقب نفسك وتشوف استهلاكك قبل ما تجيب العربيه. لو انت استهلاكك 400 كيلو ما تجيبش عربيه 400، هات حاجه 550 600. لو انت استهلاكك 400 لازم 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 يكون عندك مكان تشحن فيه في البيت. مستحيل لو انت هتعتمد على محطات او اماكن تانية، لا مش هتتبسط خالص بالعربيه، مستحيل. لازم مكان عندك تشحن فيه، لان ده اوريدي ده الاقتصاد اصلا، ده اللي هيخليك تحس ان انت اللي كنترول الموضوع، مش حد تاني بيكنتروله معاك. مش لازم تروح مكان وتدفع فيه اكتر من لما هتشحن عندك في بيتك. مش هكلمك بقى على الصيانات ووقفه البنزيمات ومش هكلمك برضو، او الحاجه الاساسيه اللي هتخلي الشخص يتبسط من بنزين لكهرباء هو تسارعك على الطريق. انا شخص بحب الهدوء قوي في العربيه، فما فيش عربيه بنزين حتى لو راكب مرسيدس فنان هيبقى فيها الهدوء اللي هنا وهنا. ايوه ده حقيقي فانت هتلاقي تجربه ممتعه كقياده وراحه. العيب الوحيد اللي انت تتغلب عليه هو حته الشحن، اللي هو تشوف بقى اسلوبك انت، انت حياتك لايف ستايلك عامل ازاي. هي دي الحته الوحيده اللي ركز عليها، وتوكل على الله هتتبسط. وحتى لو بقى في مبلغ انت بتقسطه مش هتحس ان هو قسط، عشان لان دي تكاليف اوريدي في بنزين. وزي ما قلت في الاول ان دي فلوس بتتحرق، انت تدفع بنزين بيتحرق، انما تدفع في عربيه انت تمتلكها دي سلعه معاك. وكل الحاجات الالكترونيه مع الوقت بترخص يعني. التليفون لو الايفون بتاع دلوقتي اكيد سعره
بيقل ان هي كده حاجه كده استهلاكيه. كده فانا برضو حته البطاريات، ان مثلا بيقول البطاريه 60% من ثمن العربيه، هي دلوقتي 40 بس هي بترخص برضه كل يوم. اعتقد ان مم. بعد سنتين او 3 او 4 هيبقى تكلفتها مستحيل يبقى تكلفتها زي دلوقتي. مستحيل طبعا. زي برضو طبعا نقط الشحن الدي سي. زمان يعني كنت اسمع ان انت عشان تعمل دي سي عندك في البيت تكلفته عاليه قوي. دلوقتي بشوف اعلانات او اوبشنات ان لا، في حاجات باسعار قليله. هو على حسب الكيلو وات، بس ستيل مش حاجه سهله في البيت يعني، او مش حاجه مش كوست قليله على حد، على وان يوزر يعني. انا معاك، بس بقت سعرها قل بص هو عن الكلام ده الاول. اي تكنولوجي في الدنيا، احنا برضو اي تكنولوجيا في الدنيا ليها البيك بتاعها اللي هي بتبقى خلاص مش موجود عند حد او عند ناس قليله جدا، اول ما تبدا تنتشر بترخص اجباري. بالظبط. مش عشان خاطر هي بقت وحشه او عشان خاطر هي اتغيرت، لا عشان خاطر هي انتشرت بقى كتير قوي. يعني زي النقطه بتاعت الدي سي دي، احنا بقى عندنا سبلايرز كتير قوي بتوع شحن دي سي مثلا، مم. مش واحد او اتنين زي الاول، او الموضوع مش خفيف زي الاول. مش مقفول على حد، مش حد هو اللي محتكره. بالظبط فوانس ان ده بيحصل فبتدي اسعار الحاجه المنتج تنزل كده كده. فعشان كده بقول حتى البطاريه، الناس دايما تقول لك بطاريه يا عم تكلفتها مش عارف. لا، البطاريه حتى لو هي غاليه بعد 5 سنين يعني، لان برضو انتوا قلتوا لي اول شويه من الحاجات اللي انتوا غششتوها لي يعني، ان هي العربيه مداها البي واي دي بتقول ان هي تقريبا مليون كام كيلو، 600000 600000 كيلو. 600000 الاوفيشال 600000. العربيه اللي معايا 2016 ما مشيتش 600 كيلو، 600000 كيلو. ف 600000 دي بعد كام سنه؟ بعد 10 سنين. هنورثها بقى. ال 10 سنين دول البطاريه تبقى بكام؟ هي العربيه فانت تبقى باظت احسبها. والبطاريه تبقى سليمه. بالظبط. فعلا والله. فهو يعني دي الفكره، ان لا يا جماعه، يعني فكر بالعقل شويه، بلاش يبقى فيه هسس كده حاجه مخوفاك قوي، مخليك مش عارف تشوف الحاجات الكتيره الحلوه. اللذيذه علشان ديس ادفانتج ليها حل دلوقتي اوريدي موجود. اه ده غير بقى نقاط الشحن الكتيره اللي بقت موجوده في مصر يعني، في اماكن كتيره قوي اعتقد يعني. لا هنا في الموضوع انتشر اكتوبر. زمان عن زمان خالص يعني. انا بشوف كمان على الابلكيشنز ان في حاجات بقت 120 كيلو اه وات، في حاجات وصلت 90 وفي و120 حاجات دلوقتي. 90. لا فاعتقد ان ممكن نوصل احنا للبنيه زمان التحتيه. المحطه يا جماعه اللي كانت بتطلع 45 كيلو وات كنا بنقف نسقف لها، نزغرط حوالين المحطه اه تلاقي اه 45 كيلو وات. فده كله دي حاجات هتزيد. فانت صحيح بتشتري حاجه انت عارف ان احنا ماشيين في الكيرف بتاع التطور بتاعها، في الكيرف بتاع البنيه التحتيه بتاعتها. ومصر يعني بتهتم بالبنيه التحتيه قوي كبلد يعني. فانا متاكد مليون في الميه ان بعد سنتين هيبقى مشكله المحطات اللي على الطرق السريعه وعلى طرق الصعيد وعلى طرق المصايف والحاجات الساحليه، متاكد ان هتبقى منتشره 5 أو 6 أضعاف دلوقتي كمان. صحيح. فانت بترايح الحاجه ناحيه التطور، ناحيه التكنولوجيا، ناحيه المستقبل. كل ده تتنازل عنه عشان خاطر رينج او مدى؟ لا يا عم، انت اظبط نفسك وخليك انسان منظم، خليك اظبط واعرف حياتك. كيلوهاتك واعرف سواقتك وامشي مظبوط على الطرق اللي اخرها 90 و120. بالظبط امشي على مش لازم السرعه. تبقى دايما بتجري بتقفل عداد عشان خاطر انا بحب اجري، بس بحب احس بالنشوه بتاعت ان انا بجري بسرعه. كفايه عليك. كفايه خلاص. فانت لا، التزم. عندي لو انت الحتة دي. التزمت بطريقك، التزمت بمواعيدك، التزمت بان انت منظم، بس لا هتستمتع جدا بالعربيه الكهرباء. زي الجيم، اللي بيقول لك خش جيم بتحس ان يومه كله بقى منظم. اللي بيبدا يلعب رياضه، انت خلاص عارف هتروح ما الجيم. جربتش الموضوع ده. انت عمال تيجي في حاجات كلها بصوص بتاعتك بس. قول لي حاجه افهمها يا مصطفى. والله ما قصدي يا جماعه. بقول لك مش بسرعه وجيم ايوه ماشي. لا، بس اللي هو اللي بيروح جيم. انا كمان مش بروح بقالي 4 5 سنين مش بروح يعني. بس هو اللي بيروح جيم بيقول لك انا من الساعه دي للساعه دي بتلاقيه غصب عنه وقته بقى خلاص منظم. هو نظم الدنيا. فهي دي شوية. الفكره، انت عارف ان انت هي عايز ماشي تنظيمه. بالظبط. الكهرباء عايز بقيت تنظيمه. منظم، هتساعدك انك تبقى موظف عادي. هي عايز تنظيم. طيب احنا كده انا شايف احنا يعني لمينا منك شويه داتا مهمه، ان اي حد سواء من جمهورك او من الناس تتفرج علينا يبقى عارف مصطفى كفنان، ومصطفى الانسان جابوا العربيه الكهرباء ليه، او يعني تجربته ايه بالظبط مع العربيه الكهرباء. هو ستيل مع العربيه الكهرباء. يا جماعه سونج بلس يا جماعه، اللي يشوف الشارع يصوره ويبعتها لنا على الصفحه. ولا اقول لك اي سونج بلس اقول لهم النمر طب ولا اعمل لا ايه؟ يا مش للدرجه دي. لا بس في حاجه انا لسه ما قلتهاش مهمه جدا، ايه بقى؟ اللي كانت يعني حاجه تافهه بصراحه، بس لا، هي من حلو اكتر الموضوع ده. الحاجات اللي بسطتني في العربيه. انا كنت عايز اجيب اليوان بلس لما شفتها معاكم. عربيتي القديمه. يعني كنت حاببها وكنت عايز اجيبها لان كنت حاسسها ارتستيك كده، فيها شكل الجيتار من جنب وفيها مايكس وبتاع، مايكروفون تغني. فانا لما جبت السونج بلس انا ما كنتش اعرف ان فيها مايك. خدش بالك من انا الحتة جايب دي. المايك معايا اهو. جايب مايك معايا. انا ما كنتش اعرف ان فيها مايك. فلما جيت بقى بالصدفه كده بفتح الشنطه من ورا وبتاع، فلقيت قلت ايه ده، فيها مايك زي اليوان. لعبتي يابا خش. اتبسطت خش. طب ما تغني لنا حاجه. انا عايز اقول لك، عايزين نجرب مايك. هقول لك ريفيرب بقى يعني، ظبطوني وانا بغني الحته دي. حاجه حصري طب ولا قديمه؟ مفيش حاجه جديده، حاجه فريش. هقول لك حاجه حصريات يا درش. حصريات. يعني انا كنت اقول حاجه تستخدموها في اي طب بي اس. خلاص على ذوقك يلا. ايوه انا معاك. رمضان إبس حاجة تانية، والسر في التفاصيل.
رمضان ابيس غير الدنيا والكابلات هي الدليل. دي حلوه في لا البرومو. غنى وتلحين وكله في نفس ايوه. فده كان من اهم الحاجات اللي بسطتني، انا عارف ان مش تبسط اليوزرز العاديين، لا أنا بس خلي انبسطت. بالك احنا هو على اتبسطت فكره بيها أوي. يعني اقول لكم حاجه حزينه، هو ده اتلغى اصلا يعني في 25 ده مش موجود ممتاز. يعني في 25 سونج بلس لغوه، ما تقدر تشتري لوحده بس هو ما عادش بيجي مع العربيه. بينزل مع خلي العربيه بالك في حاجات كمان. كتير في سونج بلس اتلغت، ما عادش تنزل مع العربيه. الستاره الخلفيه اتلغت، اللي هي بتاعت الشنطه دي اتلغت. دي مهمه جدا. قدام الغطا ده اتلغى، او حتى ملوش لازمه، بس الغطا اللي قدام مكان الفرنك اتلغى اصلا، ما فيش، هي مفتوحه كده على البحر. انا كمان كان في حد قابلته في نقطه شحن قبل كده، الشاشه بتعمل روتيت ما فيش تقريبا، روتيت خلاص بقى. والاضاءات اللي على احنا اليمين مش دي. عارفين نبيع يا ريس، انت حكم بيع الحاجات دي والله العظيم. ما انا بقول لك كانت شويه حاجات اوبشنز كده تحس ان في احنا كان العميل يخش العربيه من هنا، تدوس زرار يلف، خلاص يا باشا اشترى. انما دلوقتي مفيش حاجه بتلف، مش عارف انا انت عايزين تعملوا فينا ايه والله العظيم. طيب تعالوا بقى، انا في شويه اسئله هقولها ماشي. لك. احنا عايزين فقره سريعه فول شو، مش هاخد معانا دقيقه ونص دقيقتين، يا ربنا يستر ما نطلعش 7 دقايق في الفيديو. ماشي. هسالك اسئله، هتجاوب، هتختار اجابه منهم، يعني احمر ولا اصفر تقول الاصفر. ما مش اوبشن، لا اختار من لا الاثنين. لازم تختار واحد من الاثنين، يلا. ومفيش اي خش في الموضوع ما تهزرش. ماشي. كهرباء ولا هايبريد؟ كهرباء. رينج ولا اداء؟ رينج. براند ولا اعتماديه؟ اعتماديه. صيني ولا اوروبي؟ الصيني. اس يو في ولا سيدان؟ اس يو في. فوري ولا استراد؟ لا دي بقى لازم اقول بقى. دي لازم اقول. يعني هو لو هختار فوري، بس لو انا يعني كاجابه ان انا لو مش مستعجل على العربيه لا. لو مش ضروريه. لو معاك شهرين 3 استورد، يمكن حتى تختار اوبشنز معينه او فرق سعر، كده كده او في فرق سعر. كده كده انما في فرق سعر. لو انت لا في نيدز فوري. انا اشتريت فوري عشان كان في نيدز للموضوع، ضروريه. جات العربيه طبيعتي ولازم دي وحطيت في دي على طول، فانت لازم فوري. فلو كان معايا الاوبشنز ده لا كنت استنيت عادي، مش مشكله. طيب نخش بقى على مصطفى، حته فن بقى، حته ماشي. فنان. يلا. شهره ولا راحه نفسيه؟ راحه نفسيه. طيب اغنيه ترند ولا اغنيه تعيش سنين؟ تعيش سنين هتبقى ترند، يعني هي اللي هتعيش تخش سنين. الاجابتين. لا هي لا واحدة لا بس. لا هقول لك انا مثال واقعي. انا قول. عملت علقوا الزينه اغنيه رمضان، اول سنه سمعها 40,000 واحد ماشي. بس، يعني 40,000 كمان مش رقم مش كتراك. رقم ضخم. بعد كده دلوقتي ب 20 مليون و30 ما شاء مليون، الله. والتراك ده عملها 2000 وكام؟ ايه 2000 من 6 سنين. سنين. بس التراك بقى فولكلور دلوقتي، بقى من ضمن موجود. التراكات اللي موجوده لرمضان، تسمعه في هايبر ماركت في ايوه كان شغال في- لسه. تصدق انا كنت في المرشدين امبارح. كل في المرشدين ده في كل اعلانات حتة. دي ولا ايه اللي احنا بنعملها؟ ايوه. ماشي. ما هو دي عشان خاطر حاجه بقت براند خلاص، يعني هي حاجه أيوة، كويسه. أيوة. هتبقى مع الوقت هتجيب ولا سامعها قريب والله، والله العظيم ده سامعها كل امبارح. رمضان كل رمضان. انا سامعها، لا انا امبارح كنت في مشوار في المرشدي فعلا والله سامعها. تصدق بس أيوة. تصدق خش باين ان انت دي حاجه عيب صح؟ شفت بقى، ده- يعني ده ما عيب، ينفعش ده دي والله. قلة أدب. لا، لا، لا. هشيل اللوجو من العربيه خلاص. طيب كلمات اقوى ولا لحن اقوى؟ كلمات اقوى. طيب جمهور كبير ولا جمهور وفي؟ جمهور وفي. فلوس ولا احترام؟ احترام طبعا. أيوة، صح اكيد بقى. احترام. يس. نجاح محلي ولا انتشار عربي؟ انتشار عالمي. اوعى شوف عالمي. لا، لا، لا. هنا طامح الى العالميه. أيوة، عربي ايه أيوة، وبتاع ايه؟ عالمي. دويتو مع نجم جديد، نجم كبير ولا تطلع نجم جديد؟ لازم هنا اقول تفصيله، يعني قول لي تفصيل. تفصيلا. لو العمل نفسه فني قوي، لا نجم جديد عادي جدا او حد جديد بيبدأ، بس عمل فعلا انا اتبسطت بيه او في حاجه مختلفه تخليه اعمله. انما لو رحت عملت مع نجم كبير او حد كبير يلا عمل عشان هو حد كبير والتراك مش حلو او العمل الفني مش حلو، هيفشل جدا. اختار. انا فاهم خلاص، الناس فاكره من نظرك. اختار. لا حد جديد. حد جديد صح. حمزه نمره ولا ماهر زين؟ ماهر زين. عمرو مصطفى ولا عزيز الشافعي؟ عمرو مصطفى. اسئله فنيه قوي، هتجيب لنا مشاكل. اهلي ولا ما انا عارف والله، بس لا مش بلاش مشكلة. اهلي زمالك. أهلي ولا أنا زمالك؟ زملكاوي. انا زملكاوي يا جماعه. زملكاوي؟ انا زملكاوي يا جماعه. زمالك. ابو تريكه ولا احمد غانم سلطان؟ ابو تريكه. ابو تريكه. انت مش زملكاوي ايه ده بقى؟ لا ابو تريكه مش اهلي وزمالك. ماشي. أبو تريكة في الدم. اي في اس ولا اي حد تاني؟ اي في اس. طبعا. السؤال يا جماعه مش محتاج. لا اي في اس بجد كانت تجربه. احنا خلصنا الاسئله خلاص. هي دي خلصت، في فقره تانية بقى نلعب بعد شويه بس. لا قبل اللعبه بجد كلمه في حقكم والله. من احسن الناس اللي اتعاملت معاهم على المستوى الشخصي، بعيدا عن عالم العربيات الكهرباء او الاستيراد او التصدير.
لا انا يعني فعلا لما بحتاج منكم حاجه في اي وقت بتكونوا موجودين، مش اخواتي مفيش اقول هاسل. لك. لا بجد، اصل انا جربت من ناس اصحابي عندهم مم. بيزنس في عربيات تانية مش كهرباء يعني. اه. فكان دايما في نقطه كده ان معلش الشغل اصل فيه بروسيس، اصل فيه بتاع مم. الصيانه مثلا مش موجود. مم. انا هنا مش بلاحظ تدرج ان في اونر مهندس فني شغال، ايوه لا ايوه ايوه. كلكم بتخدموا هي المنظومه. برضه خلي بالك احنا في نقطه بنخلي بالنا منها، يعني يعني فكره ان احنا ان هو غالبا العميل ملوش غيرنا اصلا. انت مم. فاهمني؟ مم. يمكن على فكره يعني دي حاجه مريحه للجماعه بتوع البنزين، انت معرض مم. البنزين النهارده بتبيع العربيه والموضوع انتهى خلاص، ما تكلمنيش تاني، انا خلاص مم. بعت وخلاص، فكك مني يعني، اختفي. فاهمني؟ مم. عشان هو عنده 1000 مركز وعنده توكيل وعنده احنا للاسف عارفين ان العميل كده كده هو ما عندوش ملجأ تاني، حتى لو في سؤال خلي بالك انا بقولش فيه مصيبه يعني، بقولش فيه اه مشكله، اه. حتى لو سؤال احنا عارفين ان هو ما عندوش المصادر قليله او الريفرنس قليله اصلا، حتى لو زي سؤال، انا سؤال معاك، ما بس عندوش بس حد. بس على فكره، ما احنا دلوقتي لو في ريفرنس كتير او في اوبشنز كتير على ملاك العربيات الكهرباء يعني انا للاسف بلاحظ ان في استغلال كبير قوي كايه بالظبط؟ من الشركات اللي بتستغل ان العميل مش فاهم مثلا، آه. فبيضربوا ارقام كتيره في كل حاجه. زي مثلا انتوا اللي ركبتوا لي نقطه الشحن، في حد اتعرفت عليه برضه صدفه، كان في نفس الوقت اللي العربيه فصلت فيه، اه. فبيكلمني على نقطه الشحن عنده تقريبا 8 اضعاف التكلفه، مش 8 8 اضعاف. اضعاف التكلفه الفعليه اللي حصلت معايا. انا سمعت الرقم ذهلت، لدرجه ان انا افتكرت ان هو مركب دي سي عنده، فقال لي لا ده اي سي عادي. قلت له يا عم انت بتهزر، قال لي، قلت له لا طب ليه، قال لي لا اصل بص ده احنا عملنا هوريك الارض عملنا فيه ايه. فللاسف في ناس بتستغل معلومه ان لازم نعمل مثلا ارضي كويس او امم. نعمل الوصله بتاعت الارضي ويبنوا عليها اكسترا فيز قوي للعميل. بزياده. بزياده. العميل اللي جاي أعمى مش فاهم، فهو دفع مثلا مبلغ في عربية، فلو دفع 20,000 في نقطة الشحن عادي مش يا مهم، عم هو كده مش كده بيأمن مشكلة، نفسه في سيف عشان زون. أأمن عربيتي اللي جايبها امم. ب 2 مليون ولا ب 3 مليون امم. مش مشكلة. ففي ناس بتلعب على دي، في امم. مش عايز أذكر أسماء، بس في ناس الفوكس بتاعهم أنا بدور على العملاء دول عشان ايوه أعرف ايوه ايوه. أستغفلهم وبعد كده يعرف يمشوا. يطلع منهم مصلحه حلوه. الابلكيشنز الابلكيشن اللي بتنزل على الشاشه العاديه اللي تقدر انت تنزلها، اه. في ناس بتنزل يوتيوب بفلوس ايوه ما عشان ده انزلك يوتيوب ده على الشاشه ده, ادفع ده 2003. هو ده شو على فكره، احنا بنتكلم على بي اي دي عشان العربيات اه تانية موضوع تاني. اه يعني زيكر وافاتار قصه تانية فعلا، ليها كوست يعني، ليها تكلفه. زيكر وافاتار لا انا مختلفه بتكلم شويه. عن تجربتي لا بي انا. اي دي موضوع يا جماعه، اي بي كيس عاديه ما فيش حاجه يعني، ما اي بي كي حطه اشتغل ما. اه لا في ناس بقى عشان ما عندهاش النولج بتاعت الاي بي كي دي، او مش عارفه ان انا احط انزل واحط على الفلاشه واشغل، لا بتدفع اه ارقام، صحيح. مش 500 ولا 600 صحيح ولا 1000 صحيح. ولا 2. للاسف ف يعني دي النصيحه اللي او اللي انا شفته معاكم، ان مم. انتوا عملتوا لي حاجات كتير ما كانش ليها كوست اصلا، مم. وعملتوها ان ده عادي. ولما جيت انا طلبت وعرضت عليكم ان يا جماعه لا ده المفروض في كوست، قلتوا لا دي حاجه ايوه بسيطه. هو مش عشان نجم والله، هو كده كده احنا بنعمل كل هو نجم وكل حاجه، بس احنا ايوه ده العادي يعني، ده في حاجات على فكره كتير. انا شفت ده مع حد عميل غيري كنت عندك، كان عميل غيري كان واخد شحن تقريبا بتاع البي واي دي، وكان في مشكله قعدت معاه اليوم كله وخلص ومشكلته اتحلت اه واتحرك. اه انا شفت اه ده بعيني يعني، وما اخدتوش منه فيس برضه ساعتها. بالظبط. ف فانتوا بتحبوا الشغل ومخلصين بزياده، عربياتنا يا مصطفى، وعربيات يعني بتاعت البيع هي يعني. عربياتنا يعني، احنا عربيات بنتعامل معاها بان دي عربياتنا يعني، العربيات دي بالظبط. احنا اللي جايبينها، فهي عربياتنا. اه انت فاهمني؟ فبجد كانت تجربتي معاكم تجربه جميله الحمد لله الحمد لله. والجزء اللي انا مهم محتاج اقوله برضو، اتفضل. انا من 4 سنين او من 3 سنين جبت عربيه كهرباء، مم. وكانت من خلالكم برضو، كنتوا صحيح. انتوا اللي استوردتوها لي من الصين. بس انا العربيه لما جت، انا كان المدى الفعلي بتاعها هي 400، اها. لما استهلكتها لقيت المدى الفعلي بتاعها اقل من 300، اها. 300، اها. 280، 280 اه. 290. هو بيتكلم على جيلي جيومتري. الجيومتري اي، جيلي اه جيومتري اي، واحده من العربيات الاقتصاديه اللي نزلت برضه فتره يوميها وقفت اصلا، مش موجوده حتى دلوقتي. فهي العربيه احنا جبناها جديده زيرو، كانت ماشيه لما جبتها كانت 200 كيلو ولا اها. حاجه، اللي هي يا اها. دوبك الشويه اللي تمشيهم من الصين بس اه. عشان تعرف يصدروه. بعد كده جيت استلمت العربيه هنا، فلقيت ان هي مش مناسبه لاحتياجاتي انا. مهم. ف انا كلمتكم وقتها قلت لكم يا جماعه لا 290 كده مش ظابطه معايا الرينج مش ده احسن حاجه ومش اه. احسن حاجه، طب اعمل ايه؟ وقتها انتوا ما قلتوش احنا قدرنا ان احنا استوردنا لك احنا بس، خلصنا ومعاك الارقام اللي احنا استوردنا بيها، وادي التكلفه وادي كل حاجه، اه. احنا خدنا اللي احنا اتفقنا عليه بس.
لا انتوا فضلتوا معايا، بعنا العربيه في خلال 3 ايام تقريبا، تقريبا واليوزر اللي خد العربيه خدها ومبسوط بيها جدا، وكان لسه بالظبط. بيكلمني هو ده من اللي كام احنا يوم. بنتكلم فيه على فكره، ان هو جاب العربيه ما عجبتوش قوي، في حد تاني خدها منبهر بيها جدا والدنيا معاه هي لذيذ. مناسبه للنيدز بتاعته. بالظبط. هو راجل بالظبط. معاه، كان معاه عربيه اودي تقريبا اس يو في، فهو جايب عربيه حاجه صغيره. جاب حاجه صغيره استهلاكه في المحافظه بتاعته وليه هو والبيت والمدام. فبيكلمني قال لي لا ده ال 400 كيلو دول مخليني انا بشحنها في الاسبوع مره ولا مرتين. فقلت له يا راجل ده انا معايا سونج بلس دلوقتي ممكن بستخدم الشحن كتير. فلقيني قال لي لا ده انا ممكن اشحنها مره في الاسبوع أصلاً. فهي مناسبه للنيدز مناسبة بتاعه. عشان احتياجاته. كده نرجع لاول حاجه احنا قلناها، ان لو انت ده حياتك محتاجه ده اللايف ستايل ده، ما تجيبش على 600 يا عم، صح. هات 400 يا عم طالما انت في تمام. ناس بتروح تجيب الوفات في 1000 الزيكر ليه؟ مش هتستهلكه. 780 وبتاع. هو اصلا ما بيخرجش بره المدينه فاهم. والله لا تجمع اكتوبر تجمع وعايز رينج 2000 1000 كيلو فاهم. لا ده للاسف اللي بيعمل كده بيخنق نفسه وبيعلي الكوست على نفسه بزياده. ولما هيجيب العربيه ده بقى المستقبل بتاعه، لما يجيب عربيه والمدى بتاعها كبير ويلاقي نفسه مش بيستخدم المدى ده خالص، هيزعل، هيقول انا ليه دفعت المبلغ في فرق فلوس كبير قوي يا ليه دفعت 3 مليون و4 مليون مكان ب2 اجيب عربيه 600 كويسه وهتبسط بيها. فهو هيندم بعدين فاهم. فعشان كده النصيحه الذهبيه، انت راقب نفسك بعربيتك اللي معاك، شوف انت استهلاكك ايه وهات المناسب ليك، احتياجاتك ايه فقط. لو ضاقت بيك الدنيا يا عم اجر عربيه يوم بنزين، لو انت مسافر مثلا مشوار 3 ايام. انت متخيل ان انت لو اجرت احلى عربيه بنزين اسبوع مثلا ومحتاج استهلاك، هتاجرها بكام؟ 20,000 30,000. مش هتدفع زياده عن تكلفه العربيه الكهرباء اللي بتشتريها مليون جنيه لمشوار في السنه يا راجل. لا فلا، لازم الشخص اللي مقبل على شراء عربيه كهرباء يحسبها كويس علشان تختار حاجه مناسبه ليك. خلصنا اتكلمنا كتير، تعالوا بقى نلعب مع مصطفى كده ونشوف انت عامل ايه في العربيات يعني. كويس بس اسماء لا عشان انا عارف اللعبه اللي شاور. طيب اعمل اي حاجه واحنا بقى هات يلا ادونا ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا درش، انت معاك عربيتين وانا معايا عربيتين، تمام، كل واحد سؤال بسؤال. وانا اشوف عربياتي دلوقتي. لا ما ينفعش تشوف عربياتك، انت تشوف عربيتك اللي معايا. يعني انا هبص عندك واقول اسم العربيه. لا ما تقولش، اوعى تقول اسم العربيه. ما تقولش اسم العربيه. انا هسالك اسئله تجاوب عليها، يعني انا هجس العربيه اللي معايا وانت تجس العربيه اللي معاك. ماشي وصلت؟ يلا نجرب. يلا بينا بسم الله. كلام جميل. تمام ماشي. العربيه دي سيدان؟ انت بتسالني على عربيتك. العربيه انت شايفها؟ العربيه اللي انا شايفها لا اس يو في وكبيره. ماشي اس يو في كبيره. المفروض ما تسالنيش قوي كده يا مصطفى. ماشي لا انت سهل عليا. اسال انت على العربيه اللي معاك. العربيه اللي معايا في منها هايبرد وكهرباء ولا هي كهرباء بس؟ لا هي هايبرد بس. هايبرد بس. ايه رايك في السؤال؟ سؤال حلو والاجابه حلوه. انا كان ممكن اقول له فكره مش الاثنين عشان هي لا كده ولا كده، هو خيرني بين حاجتين وانا قلت له لا دي ولا دي. طيب. هايبرد. العربيه دي اوروبي؟ هو انا مش عارف بس تقريبا شكلها يقول ان هي صيني يعني. طب العربيه دي اوروبي؟ تقريبا. لا مش اوروبي. ده جمهور هيساعدنا يعني، ممكن يساعدني. لا هو بيساعدك انت مش بيساعدني انا يعني. انت المفروض تجاوب، انت مش عارف اصلا. العربيه دي صيني؟ هقول لك صيني. انا حاسس ان هي صيني. انا صح. ماشي. طيب اسال انت. اسال انا. ما ينفعش اسال سؤالك اللي هو سيدان ولا اس يو في. انا عايز اعرف. لا هتساله بطريقه ثانيه بقى. بطريقه ثانيه. العربيه دي حلوه في مصر، في الطرق بتاعت مصر. دي حلوه جدا. طيب حلو. مفيش احلى من كده بصراحه بجد. والله. طب انا في تخمين ليها. لما يجي سؤالك. سؤال انا هسالك دلوقتي تمشي كام كيلو؟ اللي انا شايفها بتاعتك بتمشي كام كيلو؟ بتمشي اعتقد من شكلها كده يقول ان هي ازيد من 500 550 600. ماشي. في الرينج اللي هو ده من شكلها كده. صح ماشي. انا عربيتي دي اقولها انا حاسس ان هي بقت حاجه. قول. او اسال سؤال اول. قولها على طول. طب كده تطلع صح. ليوبارد 3. لا غلط للاسف. طب العربيه دي خلاص كده ما اسالش. للاسف انت كده سؤالك راح يعني، معكش سؤال المره دي اصلا. ماشي فهمتني. ماشي. العربيه دي براند كوري؟ البراند كوري. اللوجو ممكن تبص لهم على اشتغل. براند كوري براند كوري ماشي. هقول انت المفروض اصلا تعرف نقول سؤالين يا عم. ما خلاص سهله والله. ماشي خلاص عرفتها. اصل انا اسئلتي هتبقى على الالوان وبتاع. اسال اي حاجه. شوف هقول لك العربيه دي تبع شركه بي واي دي صحيح ولا مش تبع شركه بي واي دي؟ ماشي. كي في 5
كيفك ماشي صح. هقول لك ايه طيب. خلاص دي شوف انت بقى بقى عربيتك ايه. اخمن. هو خلاص ينزل بس شوف خمن كمل. اصل اكيد مش سونج بلس يعني، اكيد كده مش كده. اكيد مش عربيتي. ما انا قلت ليوبارد 3. دي 5 يا مصطفى. طب انا قلت ليوبارد طيب قولوا لي 5 بدل 3. يعني تلبش لا يا جماعه انا كنت بتحسب لي والله، بس انا قلت ليوبارد كنت المفروض بس 3. انا قعدت اعمل لك كده يا عم قول لي حاجه غير 3. الله اكبر. ايوه انا عارف العربيه دي. وانا برضه عارف العربيه دي جدا. طيب هسالك انا. هسالك انا سؤال. اتفضل يا باشا. اكيد هي اس يو في، مش هسال اس يو في ولا سيدان ماشي. عايز تسال مش عايز تسال؟ ما هو بقول لك ايه ما طيب. تصحش عليا. بقول لك العربيه دي المدى بتاعها قد ايه؟ 600. 600. مفيش منها ازن 600، مفيش نسخ تانية ازن 600. اعلى نسخه 600. تمام، عشان بس ايه ما تجيش بقى كده تقول لي انا قصدي على انا اللي كانت في ممكن الصين. لو قلت له أيوة. رقم هيعرفها في ثانيه بس أيوة. يعني ماشي مصطفى العربيه دي مدتها 605 يا مصطفى. ماشي. شكرا. يلا قول. العربيه دي اس يو في ولا سيدان؟ في بين الاثنين حاجه. هاتشباك. هاتشباك. ده جميل قوي حلو ودايما مش خلاص انا عرفت العربيه بتاعتك. اه ما المفروض سونج بلس اكيد. خلاص كده. ايوه قلت لكم يا جدعان لو قلت له 605 دي خلصت اللعبه اصلا. يعني ايه 600؟ ما هي المفروض نقول له 600 عادي وخلاص وهي هتمشي يعني هو ده هم سؤالين يعني كده خلاص واحده تعادل كده تعادل للاسف. خد. طب استنى انت المفروض بقى اسالني سؤال حاجه تخلينا حد فينا يفوز. هو والله انا كنت المفروض اقول 600 يا جدعان. 605 دي باينه قوي. سونج بلس هي اللي 605 بس. فوق 600 وخلاص. انا سؤالي كان ليه بقى ده خلل في اللعبه ما نكرروش في الحلقات الجايه يعني ناخد بالنا ما نكررش الكلام ده في الحلقات الجايه. اي حد بعد كده يسال على العربيه هنقول له فوق 600 تحت 700 ما تشوفوا بس 605 شوشروا على أيوة. المتسابق عشان يخسر. هو ده اللي بيعملوه. و600 يا جماعه دلوقتي الواحد معاه سونج ال هنقول له 662 ما خلاص كده عرف. اتعرف. ما خلاص باظت اللعبه. غريبه قوي 62 دي. ما هي ده كده كده طب. فعلا. طب هنعمل ايه طيب؟ فاكر اللعبه باظت كده. اتبسطت اني كنت معاكم جدا بجد والله. بجد هي حلقه لذيذه وخفيفه مع انك يعني بس ماشي. يعني ارجع ما اجاوبش على الاسئله يعني ما كنتش عايزني ابقى شاطر حدد موقفي. انا بس كنت قلت 600 كنا كملنا. انا بدايه 605 دي لا مش بس انا قلت ابقى معاك سالك يعني حلو كمان انت جبت العربيه باستعلامك يعني انا بحب العربيه يعني السونج بلس دي في بيني وبينها قصه عشق كده. ايوه مع يعني عربيتك من زمان لا من قبل ما تبقى عربيتي والله. لا والله. لو تفتكر لما كانت معاك في مره وانا جيت كده قطعت عليك وقعدت ازمر انت ما شفتنيش. ايوه فاكر. فضلت ماشي وراك. فضلت ماشي وراك حد ربع عمال ساعة. يكلكس ويزنق عليا وانا مش واخد بالي والله مش واخد. هو يمشي شمال وانا مش طريقي واجري وراه وهو مش شايفني خالص. الراجل اللي معايا قال لي خلاص يا مصطفى. قلت له يا خلاص ايه ده عشان شكلي قدامك هجيبه. ففضلت وراه لحد ما جبته ساعتها فعلا. فعرفت دلوقتي السونج بلس. انت عارف السونج بلس ده معزول عن الكوكب. ايوه فعلا. انا مش حاسس ولا شايف ولا أنا حاجه. مش شايف فيكم انا شايف حد. قدامي. انا مش شايف فيكم حد. انتوا كلكم تحت فمش شايف حاجه. ايوه فكان والله بالعافيه والله شفتك يا يمين. وانت نفس الكلام. انا رجعت دلوقتي راكب عربيه صغيره فما خلاص يعني ممكن نعيد الكره. هعيدها المره دي وانا بقى معايا. ايوه. لا اتبسطت بجد معاكم النهارده. كانت حلقه حلوه وان شاء الله تبقى دمها خفيف عليكم كمان باذن وتتبسطوا. الله حلقه لذيذه. كل سنه مفيش طيبين. ألذ من كده. كل سنه طيبين. مفيش ألذ من كده نجيبه. فخلاص كده. شكرا. الحلقه خلصت بس احنا لسه ما خلصناش. لا، إن لسه شاء قاعدين مع الله. بعض. انتوا معاك سونج بلس واحنا برضو لسه مطولين مع بعض كام سنه. باذن الله نورت باذن الدنيا الله. يا درش. طيب، حبيبي. سلام.